دابا مزيان. صباح الخير عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالكم مغربي في المانيا. بزاف ديال الناس طلبوا مني باش ندير واحد لا فيديو ونهضر على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، وداكشي اللي غادي ندير ان شاء الله وغادي نهضر عليه كي جاكم بعد النيو لوك. مهم غادي نخرجوا ان شاء الله برا، غادي نصوروا، غادي نهضروا على هذا الموضوع ان شاء الله اللي مهم وكيهمكم بزاف. هو موضوع زوين بزاف، سو خليكم معايا. خوتي انا عاد دابا خرجت مشيت دزت عند الحلاق باش نسول، حيت اول مره كنعرف بلي هاد البلاصه اللي ساكن فيها حلاق. المهم كوافير، دخلت لعندو لقيتها مرا. المهم سولتها، الثمن شويه زايد على البلاصه اللي تمشي ليها، ولكن البلاصه اللي تمشي ليها كنستعمل التران، يعني زائد التيكي ديال التران، يعني الا جينا نقارنو بيناتهم شي 2 اورو. المهم هادي هي الاريا اللي كنسكن فيها، هادي هي البلاصه اللي كنسكن فيها كامل ميتله. مهم فيلاج صغير كالم. حاجه الزوينه اللي كاينه هنايا هي ان فهمتيني الواحد كيحس واحد الراحه، يعني ما كاينش بزاف ديال الناس وكالم وكتحس بالراحه الصراحه. وكما تشوفوا هنايا كاين واحد لوطيل، هاد اللوطيل هذا اللي تشوفوه، المهم انا نقرب لكم ليه. هاد اللوطيل معروف بزاف في المانيا، هو اوتيل ديال السبور، يعني ما عندكش الحق تجي تبوكي في هاد اللوطيل وتجلس فيه الا كنتي كدير شي اكتيفيتي، يعني شي حاجه ديال السبور، يعني جيمناستيك ولا جوغين الجرا ولا فوتبول ولا تلعب الكره. المهم وكما تشوفوا واحد الحاجه اللي انا بدا جاتني بيزار هي ان هذا اوتيل ومازال محسوب على لوطيل لازيتينيشن، هذا الشيء كامل اوتيل، وهنايا ديور حداه يعني عاديين، يعني بلاصه اللي كتدخل منها جنبها ديور عاديين، يعني ما كاينش المشكل. قررت باش ندخل لداخل. المهم دخلت لا ريسبسيون سولتهم، صراحه كانوا ظريفين بزاف. المهم ما قالوش شي حاجه، قلت لهم بقات نقدر ندخل نصور شي شويه، قال لك ماشي مشكل. المهم ندخل باش نوريكم لوطيل كيفاش داير. فوالا هانتوما تشوفوا هنا كاينه بلاصه فين كيجريو، وهنايا راكم عارفين ستاد ديال الكره، فهمتيني عادي. فوالا وانا فين ساكن، الا شفتوا كتبان لكم واحد الدار صفراء جنبها تما فين ساكن، يعني كنطلع عليهم من البالكون. وخوتي الحاجه الزوينه اللي عجبتني بزاف وانا جاي، هاد مالين هاد الدار هادي حاطين هادي فابور، يعني اللي جا تيحطوها قدام الباب واللي بغاها يقدر ياخذها. انا خوتي كنت دايز يتبان لي هاد اللعيبه بغيت نوريها لكم. هادو ماشي ديور كيسكنوا فيهم الناس، هادو واحد بحال قلتي دار صغيره تيخصوها غير باش يبغيو يديروا باربيكيو، باش يبغيو يتجمعوا العائلات كاملين. تقدر تشريها ما غالياش بزاف، تقدر توصل حتى ل 1200 اورو، يعني يقول واحد مليون و40 الف ريال مغربيه. المهم كتشريها تتولي ديالك، كتجلس هنايا كدير باربيكيو، كتشوي مع راسك، تجيو العوائل. المهم بتي جاردان، واحد السمول جاردن. هانتوما خوتي اللي بغى يشري، هانتوما بحال هادي باغيين يبيعوها. فوالا هي ديالهم زويونه، الطريق كديتها لهيه هي هادي. المهم كاينه الجلسه تما، وهادي كامله ديالهم. فوالا خوتي رجعت لكم هنا، جيت لواحد البلاصه اللي شويه كالم باش نهضروا في الموضوع اللي قلت لكم مهم جدا. غير هو كاين واحد المشكل صغير ان بدات تصب الشواكين، هادشي ما غاديش يمنعنا باش اننا نهضروا على الموضوع اللي بغينا نهضروا عليه. خوتي كما كتعرفوا بان النظام الالماني كيعتمد بشكل اساسي على نظام عقود العمل المسبقه، وهذا كيعني انك خصك عقد عمل مع عند شي واحد عنده شركه او عنده مؤسسه. ولكن باش تدبر على عقد عمل في المانيا ماشي بداك الشيء اللي ساهل. هذا الشيء اللي كيخلي الهجره الى المانيا من الاشياء الصعبه، وداك الشيء علاش جيت باش نهضر لكم على واحد الطريقه من الطرق
سهله باش انك توصل لالمانيا وتجلس فيها قانوني، وما غادي تحتاج لا عقد عمل ولا والو. نخلي يدي حيت كاين البرد بزاف. كتعتبر الدراسه في المانيا اسهل وسيله باش توصل لسوق العمل وتقدر تبقى فيها بشكل دائم وقانوني. واللي كيخلي الدراسه في المانيا هي احسن خيار هو السرعه ديال الاجراءات في القنصليه الالمانيه في المغرب. والزوين بزاف هو انك في المانيا تقدر تقرا او ميم طون تقدر تخدم في نفس الوقت، وهذا ما يسمى بالميني جوب. والقانون في المانيا كيسمح للطلاب باش انهم يشتغلوا 20 ساعه في الاسبوع خاليه من الضرائب، يعني ما كياخذوا لك والو. الصالير ديالك اللي كيكون غالبا 450 اورو كيبقى عندك كامل وما كيكون فيه حتى شي اقتطاعات. والواعره بزاف هو ان سيدي المانيا كتقول لك منين تسالي قرايتك انا غادي نعطيك الوقت ديال عام ونص باش انك تقلب على راحتك وتلقى العمل المناسب واللي ترتاح فيه انت. وبالنسبه للحصول على عمل هنا غادي نخليها نقطه مفتوحه وما غاديش نجاوب عليها حيت نتوما عارفين كلشي. بعد من الحصول على عمل كيمكن لك تحول اقامتك من اقامه ديال عمل الى اقامه دائمه، ومن بعد كتسنى الجنسيه الالمانيه. دابا غادي نرجعوا نجاوبوا على الاسئله الاولى. كيفاش اخويا غادي نمشي نقرا في المانيا؟ باش تمشي تقرا في المانيا كيخصوك 3 الشروط، وهاد الشروط ليست بالصعبه. الشرط الاول من هاد 3 ديال الشروط هو ان خصك تحصل على قبول من الجامعات الالمانيه. باش تحصل على قبول من الجامعات الالمانيه كاين واحد الموقع، هذا الموقع كيشمل جميع الجامعات الالمانيه فيه، يعني تقدر تدخل اونلاين وتسجل. وباش تسجل ماشي الشيء اللي صعيب وصعيب بزاف. غادي نخلي لكم الفيديو كيفاش تدخلوا تسجلوا في الموقع، وغادي نخلي لكم السميه ديال الموقع في الديسكريبشن. بعد كيجي الشرط الثاني. الشرط الثاني هو كيفاش نجمع الوثائق المطلوبه ديال الفيزا ديال الدراسه او الملف ديال الفيزا ديال الدراسه. هذا الشيء غادي نخليه لكم عاوتاني في الديسكريبشن لتحت. الشرط الثالث هو كيفاش نحجز موعد في السفاره الالمانيه، حتى هو غادي نخلي لكم في الديسكريبشن الفيديو كيفاش تحجزوا موعد في السفاره الالمانيه. وكما تتشوفوا اخوتي شرحت لكم شنو كاين، وكانت الشتاء وكاين البرد بزاف، والله كاين البرد بزاف وكاينه الشتاء بدات تصب عليا، وجيت اكسبري لهاد البلاصه هذه حيت هاد البلاصه هذه كالم باش نشرح لكم مزيان وباش نفيدكم في هاد المعلومات هذه اللي عطيتها لكم. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بسبسكرايب وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، وتعاونوني باش نزيد نهضر على مواضيع اخرى اللي كتهمكم. شكرا بزاف، تشاو.